عليكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده الوردة البلدي ان شاء الله تعجبكم. كل اللي احنا محتاجينه مسطرة، عود شيش طاووق، وقلم، ومقص، والأجول الكروشيه. ده موجود في كل المكتبات، في اي مكتبة هتلاقيه، ومتوفر في كل الاماكن، وتقريبا الرول ب7.5 تقريبا يعني. وعندنا الغيرة ده، البيبي بتاعي بيلعب معلش. وعندي الغيرة ده ممكن بديل للشمع لاني هستخدم شمع، او الصمغ ده. دول الاتنين بديل لمسدس الشمع. وهنستخدم كمان الخيط ده، نخليه للاعمال اليدويه. نبتدي مع بعض. بالنسبه للتغليف بتاع الشيش طاووق، ممكن تستخدمي الالوان الفاتحه من الاخضر او الغامقه، او لو مش موجودين ممكن تستخدمي السولوتيب اللي هو الدبل فيس، او السولوتيب العادي الاخضر بتاعنا. هنيجي بالمسطره. انا عايزه الطول بتاع الورده بتاعي هيبقى في حدود 8-9 سنتي، انا هعمله 8. والعرض بتاعي هيبقى 5 أو 6 بس. هو ده اللي انا محتاجه. هنحتاج حوالي من 12، هعمله 5 ماشي، من 12 ل15 واحدة. وهبتدي ان انا اعمل الرول بتاعي على الضغطة بتاعتي، او يعني المقاس بتاعي، وابتدي ان انا الفها للاخر وراعي المقاس. ابتدي الفها ونشوف. بعد ما لفيتها ابتدي ان انا اعلم بالقلم لحد المسافة بتاعتي، ابتدي ان انا اقصها وافتحها من هنا، وابتدي اعد عدد الورق اللي معايا كام، علشان لو كده اعمل زي كده. وابتدي احط على التانية نفس الطريقة لانهم نفس المقاس، لانهم بيبقوا نفس المقاس. وابتدي برضو افتحها واعد زي ما قلت لكم من 12 ل15 واحده. وكل ما بتكبري في الطول والعرض بتبقى الورده معاكي كبيره. طبعا في النص كده هيطلع معانا حاجات صغيره، دي بنطلعها خالص ونستبعدها، ما بتبقاش نفس المقاس. في بقى حاجه هنا، الحاجات الصغيره دي ممكن تخليها تعمليها قلب الورده. لو انت هتحطي العود بتاعك في حاجه وهتشبكيه، يبقى خلي السن ده وابدأي من هنا. لكن لو مش هتشبكيه ممكن تخلي ده كقلب الورده صغير، وبتبدأي ان ده يبقى اخر الورده معاكي. وبعد كده في خيارات معانا ان انت ممكن هتعملي الورده بكذا شكل، لكن احنا النهارده هنعملها بشكل معين، بشكل واحد، والباقي هنعمله بعدين. اول حاجه يعني ممكن تعملي الرول بتاعك ان انت تلفيها كده كلها، او ممكن تعمليها شكل اكل، او ممكن قلب، او ممكن تقصيها وتخلي شكلها بيضاوي. كل ده هنعرفه مع بعض. هنبتدي من طرف الورقه نعمل كده، وابتدي اشد من الناحيه التانية من الطرف بتاعي بميله كده بتحطيها، وابتدي برضو اشد، واجي من النص اروح فاتحه كده، يبقى شكل الورقه معايا في الاخر كده. ببتدي ان انا اعمل كذا حاجه، بعمل كذا واحده بيطلعوا معايا بالشكل ده. بخلص الكميه كلها ابتدي اعمل كده، وخدي بالك عشان ما تقطعيهاش لانها خفيفه يعني. وانتي بتشدي وتفتحي الورقه بتاعتك كده، تبداي انتي تشديها، تعملي بالراحه، وابتدي ان انا اعمل النص كده. خلصت الكميه بتاعتي كلها. بجيب طبعا اصغر واحده اللي كانت في الاول، وابتدي ان انا الخطوه دي ممكن تعمليها بالشمع، او ممكن تعمليها زي ما انا عاملها. انا بعمل لك ابسط ما يمكن يعني عمايله. انا هجيب دي بس في الاول كده، وابتدي ان انا اشد بالشكل ده. شايفين دي كده شكل وردة تانية خالص على فكرة، يعني ده شكل هنعمله مع بعض. بس انا بحب اعمل الحركة دي او الرسمة دي بالذات لقلب الوردة من جوه. وابتدي اشوف حجم الوردة انا عايزاه طويل ولا صغير، وابتدي ان انا الف بالشكل ده. خلاص لفيتها بالشكل ده. ابتدي اجيب الخيط بتاعي واخليه البكرة بتاعتي زي ما هي، ما اقطعهاش. خلاص ابتدي امسك قوي واشد الخيط قوي، مش بيتقطع بالشكل ده. خلاص هاجي بقى اعمل
الاخر بتاعي ابتدي من اول، يعني من الاخر ابتدي من وراها كده واخليهم كلهم مستوى واحد، مخليش واحده كبيره وواحده صغيره، وابتدي الف. شايفين النهايه بتاعتي فين؟ هاجي دي من وراها كده وابتدي ان انا اقفل عليها، وطول ما انا بقفل وبظبط احاول ان انا اخلي النفشه بتاعتي دي نفشه اكتر معايا، لان كل ما بتنشف يعني بتنفش معاكي بتديكي قلب الورده حلو من جوه. عشان الخيط ابتدي ان انا اعمله من فوق ومن تحت بالشكل ده، وابتدي احط واحده تاني اهي الاخر بتاعها، ابتدي ان انا احط دي اتقطعت مني هندريها دلوقتي واحده تانية كده. شايفين يعني ببتدي من الاخر كده واروح عامله من جنبها كده واروح مثبتاها وكشكشها من تحت كده بحيث يبقى الورده ظهرت معايا اهي، وابتدي برضه اشد كده. ببتدي ان انا اخلص، وراعي ان انتي كل ما بتبداي تزودي عدد الورق كل ما بتلاقي الورق نزل معاكي شويه، فانتي بتبداي تكشكشيه على حسب ايديكي وتظبطيه عشان يبقى كله بمستوى واحد. زي ما قلتلك كل ما بتكبري وبتكتري العدد بتاعك بتلاقي الورده بتاعتك معاكي بدات تكبر وشكلها كمان بدا يكبر. ببتدي ان انا اظبطها بالشكل ده، ابتدي بقى الف اللفه النهائيه كده. انتي بتاخديها من فوق لتحت عشان ما تسيبش معاكي. شايفين بشد قوي الخيط علشان تمسك معايا، هبتدي انزل من تحت بيبقى كده شكل الورده بتاعي. شايفين هبتدي اقطع ده واجيب الشمع واحط عليها كلها وده لما اجي احطه ابتدي اشده بالشكل ده. تاخدي بالك عشان الشمع ما يلسعكيش، ابتدي انزل على تحت بالشكل ده. وانتي بتنزلي تشدي بس، وبتسيبي لها جزء صغنن كده عشان لو هتشبكيها او هتحطيها في حاجه تبقى باينه معاكي. وابتدي ان انا احط الشمع برده في الاخر كده. الورده بتاعتي خلصت، باجي بعمل لها الفروع بتاعتها دي بسيطه جدا برضو، تبقى عباره زجزجه اعملها وانتي بتحطي الفروع برضو ابتدي ان انتي تثبتيها كويس. وبكده اكون خلصت الورديه بتاعتي. شايفين وبتقدري تعملي منها كذا شكل، وبتقدري تعملي منها كذا واحده وتجمعي اجمل بوكيه عندك في البيت، وبيبقى ده شكله النهائي. وكمان في الوان تانية وفي اشكال تانية من الورود. وانتظروني في فيديوهات تانية للدي اي واي من الورود، هنعمل اشكال جامده جدا. ولو ما عندكيش فازه هنعمل فازه مع بعض. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم لايك وشير عشان اصدقائكم كمان يعملوا نفس الفكره، وكمان اشتراك لو انتي بتشوفي قناتي لاول مره. والورده الحمراء دي مني ليكم، واشوفكم على خير.
ما تنسوش اللي ما شافش الفيديو بتاع المنظم بتاع المرة اللي فاتت، اتمنى ان انتوا كلكم تشوفوه واعرف رأيكم، واقول لكم مع السلامة. وده الدرج، عملت له الستان ده يتفتح كده